بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بكم جدا مشاهديني الكرام في كل مكان، ليكم كل التحية في كل وقت يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة سريعة وسهلة كده. ما اقدرش اقول ان محدش عملها قبلي، اكيد حد عملها كتير قوي، بس انا النهاردة عايزة اعمل لك الاكل بطريقة بسيطة وسريعة. الحاجات دي بتصادفنا وبتقابلنا كتير لما بنيجي نعمل الاكل وبنبقى مستعجلين قوي ومش عارفين نعمل ايه، فبنركب الحاجات على بعضها. تعالوا نركب الحاجات على بعضها كله في حلة واحدة، وان شاء الله نعمل حاجة تعجبكم بإذن الله. خلينا نبدأ. أول ما ندخل المطبخ ننقع نص كيلو رز أو تلت كيلو، يعني أنا بنقع تلت كيلو عشان يدوب كده ما يفضش منه حاجة. مية عادية خالص من الحنفية. لو اشتغلتي برز أبيض ما تنقعيهوش، ده رز بسمتي مذهب. خلاص. طيب معايا شيش طاووق 4 قطع كبار. أنا جايبة كيلو شيش طاووق، هاخد جزء منه للتشويح في الحلة كده، والجزء التاني هقول لكم هعمل بيه ايه. حطيت معلقة زيت في الحلة مع معلقة زبدة أو سمنة، يعني بحب أشتغل بنوعين دسم اقتصاد، وكمان الرز بيتفلفل جدا بالزيت. شوحتهم كويس قوي وما حطيتش معاهم أي حاجة، تشويحة بس، وهنشيلهم من الحلة بعد ما تشوحوا من كل الاتجاهات. حطهم كده على طبق واركنهم شوية لحد ما أكمل بقية الشغل بتاعي. طيب انا معايا بصلة مفرية ومعلقة سمنة، هقلبها كويس لما تاخد لون ذهبي كده، وهنزل عليها بقرن فلفل سليم وليمونة يابسة. الليمونة بتغير طعم الرز تماما، وشوية ملح وفلفل اسمر. مش هحط حاجة تاني اكتر من كده. لو حابة تحطي رشة جنزبيل خفيفة او رشة قرفة خفيفة براحتك زي ما يعجبك. هقلبهم كويس قوي. لما بنحط الحاجات دي في الاول مع البصلايه بيطلعوا ريحه حلوه جدا، وكمان بيغيروا طعم الرز. الحقيقه دي الطريقه انا ما كنتش بشتغل بيها، بس مع التجربه مره واتنين حسيت ان هي لا بتديني طعم حلو قوي قوي. طيب ادي الملح وادي الفلفل الاسود، وزي ما قلت لك لو حابه تحطي رشه جنزبيل، او انا حطيت رشه حبهان مطحون. انا بجيب الحبهان واحطه في الفريزر يتجمد، وبعدين بطحنه بيطلع كله بودره ناعمه خالص كده. هنجيب 2 طماطمايه نقشرهم ونبشرهم، وهنزل بيهم على البصله وهي لونها لسه ذهبي كده، وكمان معلقتين 2 فقط لا غير صلصه طماطم. لو مش عايزه تحطي صلصه طماطم ممكن تزودي الطماطمايه، وساعات كتير بنبقى عاملين صلصه موجوده عندنا في البيت فبنشتغل بيها، يعني عادي خالص. كده انا مستنيه الطماطم تستوي وتتسبك، وبعدين هبدأ اجيب زي ما انتوا شايفين كده العلامة الرئيسية جدا لان القوطة بتاعتي استوت واتسبكت، ان تلاقي الدسم هو اللي طالع على الوش. هجيب الفراخ اللي احنا شوحناهم الاربع قطع. 4 قطع دول حوالي وركين تقريبا. ممكن تشتغلي بالوراك بالعظم، بس اللي بالشيش طاووق بتبقى اطعم واحلى. وحدي ميه مغليه قد مقدار الرز بتاعي، قد مقدار الرز بالظبط، لان انا نقعت الرز فشرب ميه. خلاص. وبعد ما هتغلي هنزل بالرز بتاعي بعد ما صفيته من الميه كويس قوي، هنزل بيه في الحل. لو خدتي بالك ان الميه مساويه لمقدار الرز، ماهيش زياده زي ما بنعمل، لان احنا المره دي نقعينه حوالي ساعه. اول حاجه بنعملها لما بندخل المطبخ ننقع الرز ونبدا نشتغل في بقيه الحاجات، فهي بياخد الوقت ده على ما تقشري البصله وتحمريها وتحضري بهاراتك وحاجتك، بيكون الرز اتنقع. طيب يدوب كده هتبدا الميه تغلي، هروح مغطياه وههدي النار. نيجي بقى لتتبيله بقيه الشيش طاووق ده. لو انت عايزه، لو اشتغلتي بنص كيلو بس وحطيتيه كله في الحله خلاص مفيش مشكله. معانا نص كيلو تاني، حطيت فيه بولة كده ملح وفلفل اسود وحبهان ومعلقة صلصة ومعلقة مستردة وعصير ليمون وسنة بهارات خفيفة خالص. خلاص. تبلته كويس قوي وعليه معلقتين زيت وركنته. هبدأ ان انا اشويه من غير بقى ما اشك وفلفل وطماطم والقصة دي، لا. ممكن احط الفلفل يتشوي معايا برضو، اشرح كده قرن فلفل اصفر او احمر او اخضر واشويه معايا عشان اعمل بيه الديكور بتاع الطبق، وبرضو بيتاكل. هشويه كويس قوي وبيبقى طعمه حلو جدا جدا جدا. مش لازم اعمل مكعبات يعني كل مرة.
طبعا انا بشوي الصدور كده، بقلبها على كل الاتجاهات، اللي قصدي الشيش طاووق الوراك، لحد ما تستوي، وهتشوفيها بالشكل الحلو ده اهي. استوت كويس جدا، ورصيت شوية الفلفل. الرز استوى معايا خلاص، هشيله هركنه على جنب، واستنى بقى نبدأ ايه نغرف طبقنا ونظبطه. عايزه اوريكي الرز قد ايه مفلفل، قد ايه يعني حبايه الرز بتطول. طبعا السر في ان انا نقعته شويه. مهما كان نوع الرز لما بتنقعيه بتغير جدا جدا. يعني الرزايه دي انا اشتغلت بيها من غير ما انقعها، ما ادتنيش النتيجه دي. طبعا لما نقعتها لا، ادتني النتيجه الحلوه قوي قوي دي. الرزايه مفلفله ومستويه كده، ويعني بصي وشاربه صلصه وشاربه كل حاجه، طعمها بجد كان حلو قوي. شايفين الفلفله بتاعت الرز وانا بغرفها عامله ازاي اهي. هغرف طبق الرز بتاعي، وهبدا ان انا احط حوالين منه الفراخ. فراخ طبعا في ارضيه الحله، هطلعها بعد ما اطلع كل الرز. طبعا انا بتمنى ان انتوا تشموا ريحه الاكل ده او تدوقوه. ريحته حلوه جدا. الطعم بقى بجد كان خرافه. يعني انا مش عارفه، قلت لكم قبل كده مرات كتيره، ولادي من النوع اللي بيزهقوني في اعمال الاكل بصراحه، بس عجبتهم جدا جدا. وسريعه سهله، ما خدتش معانا وقت خالص. ادي كمان الفراخ اللي اتشوت اهي، اللي هي تعد تتبيلة شيش طاووق، كان طعمها حلو. عملت معاها شوية فلفل ألوان، ده لو موجود، مش موجود قرن رومي وقرن حامي وخلاص وخلصنا. أنا عارفة إن شاء الله إن انتي لما تجربي الطريقة دي هتعجبك، وتقدري تجربيها بقطع لحمة بس تكون يعني بتستوي حلو، زي الريش، زي اللحمة الروسبيفة بيستوي بسرعة. فتقدري تجربيها بالطريقة دي، تقدري تجربيها بفرخة كاملة متقطعة، تقدري تجربيها بأوراق. يعني زي ما يعجبك الطريقة، بتمشي معاكي بكل حاجة بصراحة. الطبق شكله حلو جدا، وإن شاء الله بتمنى إن هو يعجبكم. في النهاية وصفة سريعة سهلة ان شاء الله تعجبك، بتختصر في الوقت مش بتختصر في الفلوس بس. اقتصادية وسريعة جدا. اقتصادية لا، مش هتيجي اقتصادية، سريعة جدا. تقدري تعمليها بالظبط في حوالي 10 دقايق شغل و45 دقيقة تسوية. يعني لو راجعة البيت متأخرة تقدري تنجزي، وتقدري تتبليها قبليها بيوم وتشتغليها تاني يوم. يلا، بتمنى الوصفة تكون عجبتك، وبتمنى ان شاء الله ان انتي تجربيها وتقولي لي رأيك في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.